شهر رمضان من أجمل أشهر في السنة، هو الشهر الذي نزل فيه القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في سراييفو خلال شهر رمضان تقام مقابلة في كل مسجد تقريبا، أي حلقات القرآن التي تتم فيها تلاوة جزء واحد كل يوم، بحيث تتم تلاوة القرآن بأكمله في نهاية الشهر. غالبا ما يتلو القرآن الرجال، لكن مسجد الحجاج خاص بما أن نساء يتلون فيه القرآن كل يوم. يقع مسجد الحجاج على الضفة اليسرى لنهر ميلاتسكا. أطلق عليه هذا الاسم لأنه كان يقع بقرب من مخرج المدينة والطريق الذي كان يعبره الحجاج عند ذهاب لأداء فريضة الحج في المكة المكرمة، فكان من العادة أن يتم دعاء الحجاج في هذا المسجد. حتى قبل الحرب في البوسنة والهرسك كان مسجد الحجاج مكانا حيث تمت تلاوة القرآن من قبل النساء، وعيد هذا التقليد من جديد. لكن الأمر الجديد في عدة سنوات الأخيرة هو أن 10 حافظات يتلون القرآن. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. تعتبر المقابلة من أحد تقاليد شهر رمضان المهمة هنا في سراييفو وفي البوسنة والهرسك أيضا. يتلو حافظون الحافظات والقارئون والقارئات القرآن وأصحاب الأصوات العذبة القرآن الكريم، وفي كل يوم هم يتلون جزءا واحدا من القرآن في مساجدنا. وأيضا يوجد في المقابلة كثير من الحاضرين الذين يستمعون ويتابعون القرآن الكريم من المصحف، وعلى هذه الطريقة هم يختمون القرآن الكريم خلال شهر رمضان. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نجتمع في هذا المسجد منذ 15 سنة في شهر رمضان المبارك لتلاوة جزء واحد من القرآن الكريم كل يوم. هذا المسجد هو الوحيد من مساجد سراييفو تجتمع فيها الحافظات لتلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان. يجب أن أقول أن الأطفال أيضا يستمعون تلاوتنا مع أمهاتهم.